بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست اقتصادك ببساطة. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنسمع عنها في الأخبار وفي التقارير وفي تصريحات الحكومة، بس ناس كتير مش فاهمينها قوي. الناتج المحلي الإجمالي. طيب يعني إيه ناتج محلي إجمالي؟ تعالوا نبدأ من الأول كده ونشوف معناه إيه. يعني إيه ناتج محلي إجمالي؟ الناتج المحلي الإجمالي ببساطة هو قيمة كل الحاجات والخدمات اللي البلد أنتجتها خلال سنة. يعني لو مصر أنتجت عربيات وزرعت قمح وعملت مسلسلات وقدمت خدمات زي الطب والتعليم، كل ده بيتجمع ويتحسب بقيمته بالسوق، وبيكون ده اسمه الناتج المحلي الإجمالي. يعني كأننا بنجمع قيمة الشغل كله اللي حصل في البلد خلال سنة. طيب تعالوا نتخيل كده مثال بسيط مع بعض. يعني لو عندنا قرية صغيرة فيها فلاح، الفلاح ده زرع وخد محصول ب1000 جنيه، وواحدة ست عملت مخبوزات وباعتها ب500 جنيه، ودكتور كشف على الناس ب1500 جنيه. يبقى الناتج المحلي بتاع القرية دي هنجمع الفلوس دي كلها، ال1000 جنيه بتاعت المزارع، وال500 جنيه بتاعت الست اللي عملت المخبوزات، وال1500 جنيه بتوع الدكتور اللي كشف على الناس، اجمالهم هيبقى 3000 جنيه. ده بنسميه الناتج المحلي الإجمالي. طيب ليه الرقم ده مهم؟ لأنه بيدينا فكرة عن حجم اقتصاد البلد. لو الناتج ده زاد عن السنة اللي قبلها يبقى فيه نمو اقتصادي. طب لو الرقم ده قل عن السنة اللي قبلها يبقى فيه ركود وممكن مشاكل. يعني الرقم ده بيقول لنا احنا ماشيين صح ولا لا. طيب ازاي بيتحسب؟ طبعا في كذا طريقة، اشهر واحدة طريقة الانفاق. يعني الناتج المحلي الاجمالي عبارة عن اجمالي الانفاق الاستهلاكي، الناس بتصرف كام، والانفاق الحكومي الدولة صرفت كام على تعليم وصحة وخلافه، واجمالي الاستثمارات زي المصانع والمشروعات، الصادرات والواردات. طيب لو احنا بنصدر اكتر ما بنستورد ده كويس، والعكس بيأثر على الناتج. طيب هيقابلنا سؤال، هل الناتج لو الناتج ده عالي معنى كده ان البلد غنية؟ طبعا مش شرط. لازم نقسم الناتج ده على عدد السكان عشان نعرف متوسط دخل الفرد. يعني مثلا دولة ناتجها 100 مليار وعندها 10 مليون بني آدم، كل فرد كأنه بيطلع له 10,000 جنيه. طب دولة تانية ناتجها 200 مليار بس عندها 100 مليون، يبقى لكل فرد واحد 2000 بس. فعشان كده هنبص على الناتج المحلي للفرد كمان. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تأثر على الناتج المحلي الإجمالي؟ طبعا أول مشكلة هي مشكلة التضخم. لو الأسعار بتغلى بسرعة، اللي هو التضخم، طبعا هيأثر على إجمالي الناتج المحلي. تاني مشكلة الفساد، طبعا بيأثر. تالت مشكلة توقف الإنتاج لأي سبب زي الحروب أو الأوبئة زي ما حصل أيام وباء كورونا. طيب الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس مهم عشان نعرف بلدنا واقفة فين اقتصاديا. كل ما بيزيد الناتج ده مع تحسن توزيع الدخل للمواطنين أو للناس، بتحس فعلا بالفرق ده في حياتها. ده معنى كده إن احنا في موقف كويس، أو العكس. يا رب أكون قدرت أشرح مفهوم الناتج المحلي الإجمالي بطريقة بسيطة أي حد بسيط يقدر يفهمها. كان معاكم رشا السيد محمد السلام من بودكاست اقتصادك ببساطة. نشوفكم في الحلقة الجاية مع مفهوم جديد. متشكرة جدا.